الغيرة بين الإخوات دي حاجة صعبة جدا. مين قال إنها صعبة؟ ده أكتر زمن إحنا فيه حل الموضوع ده، وبقى من أسهل ما يكون. قولولي ليه؟ قولوا ليه؟ لأن الموبايلات والكاميرات مخلتش حدث إلا ما سجلته. بمعنى دلوقتي ابني بيغير من ابني الصغير أو بنتي مثلا، إني بدلعها ومهتمية بيها وهو لأ. هو شايف كده طبعا، لأنه نسى فترة ما كان في سنها إحنا اتشقلبنا إزاي عشان خاطر يتبسط، وفسح وخروجات ولعب ودلع ملوش أول من آخر. هتيجوا تقولي له كده هيصدق نص نص، وهيكون في حاجة جواه برضه. أعمل إيه أنا بقى؟ أفكره بالفيديوهات وأفهمه إن لكل سن ومرحلة عمرية تحتاج اهتمام معين. يعني طبيعي مش هدلعك وانت عندك 10 سنين زي ما كنت بدلعك ومهتمية بيك وانت لسه في سنها، سنة أو سنتين أو لسه مولود. كل ما بنكبر الاهتمام بيقل أو بيتغير، لأنك بقيت تقدر تعتمد على نفسك. وابتدي أفهمه وأقول له كده إن في مرحلة لازم الأب والأم يهتموا ويراعوا ابنهم أو بنتهم فيها، ومرحلة تانية يربوهم على الصح والغلط، ويفهموهم يتصرفوا ازاي ويتعاملوا ازاي زي ما أنا بعمل معاك كده. ومرحلة تانية الأب والأم بيراقبوا ولادهم من بعيد، وإذا غلطوا يفهموهم بالعقل والدين ويقربوهم من ربنا أكتر وأكتر. ومرحلة بيرشدوهم للطريق وهم حرين بقى في اختيارهم، لأن خلاص لازم يختاروا طريقهم بنفسهم لأنهم كبروا وبقوا مسؤولين. لكن مش معنى كل ده إن الأب أو الأم نسوا ولادهم أو إنهم مش بيبقوا مهتمين بيهم أو خايفين عليهم. بالعكس، كل ما بتكبروا يا حبيبي بنبقى أكتر من الأول، بس ما ينفعش نبين لكم ده علشان أنت كولد تطلع راجل يعتمد عليه، مش عيل معتمد على أهله. والبنت تطلع تتحمل المسؤولية، مش تبقى هبلة ويضحك عليها وما تبقاش عارفة تعمل حاجة. فهمت بقى دلوقتي ليه الاهتمام قل؟ طبعا أنا بتكلم على الغيرة بين الإخوات في مرحلتهم الصغيرة، مش لما كبروا بيقطعوا في بعض، لأن الموضوع جاي من وهم صغيرين. فدور الأهل جاي من البداية، مش لما كبروا وشالوا جواهم بلاوي من بعض سنين هنيجي بقى إحنا في قاعدة نحل اللي بينهم ده. لا طبعا، لازم كل حاجة من وهم صغيرين. التربية من الصغر، مش لما يكبروا يبقوا شحوطة وطولنا نفتكر بقى نوجههم. ربنا يهدلنا ولادنا جميعا يا رب. ما تنسوش اللايك والفولو والسكريبت وتفشروا الفيديو في كل حتة.